انا عندي مشكله كبيره ومش عارفه اعمل ايه. انا عيلتي عيله ماديتها كويسه وبابا عمره ما حرمنا من حاجه، بس في حاجه غريبه بتحصل من فتره، يعني يجي من اكتر من سنه، في خناقات بين بابا وماما بسبب فلوس بتنقص، خصوصا من بابا. وماما دايما كانت بتقول له انت اكيد ناسي انت معاك كام او الفلوس وقعت منك. والصراحه انا كنت فاكره ان ماما فعلا بتاخد الفلوس من ورا بابا، طبعا زي ما بنشوف في الافلام ان الست ممكن تاخد من جوزها فلوس وما تقولوش. كنت بتضايق منها قوي، بس برضو كنت برجع الاقيها بتقول ان في فلوس بتنقص منها، بس برضو كنت بقول تلاقيها بتقول كده عشان تداري على اللي هي بتعمله. كنت بتضايق منها قوي، وكان بابا دايما يقعد يلقح عليها في موضوع الفلوس اللي بتنقص، وساعات ياخدها بتهريج. لغايه من قريب قمت في يوم ادخل الحمام بالليل، شفت اخويا بيتسحب ودخل على اوضه بابا وماما بالراحه. رجعت لاوضتي وقفت ورا الباب على اساس ان ما يخرج اخده. لقيته خارج من اوضه بابا وفي حاجه في ايده، ببص لقيتها فلوس، ولقيته بياخد منها وبيحطها في جيبه وبياخد الباقي ويدخل الاوضه تاني. انا استغربت وسكت وقلت يمكن هو قايل لبابا انه هياخد منه فلوس ونسي ياخدها فبياخدها دلوقتي. قلت خلاص ودخلت انام، وصحيت الصبح واليوم عدى ونسيت الموضوع اصلا، لغايه ما لقيت بابا وماما بيتخانقوا على الفلوس اللي ناقصه منه. ففهمت مين كده بقى اللي بياخد الفلوس، من بابا ومن ماما، وبسببه هما بيتخانقوا دايما. انا مش عارفه اعمل ايه. انا ما قلتلوش اني شفته، مش عارفه اقول لمين الموضوع ده. لو قلت لبابا وماما طبعا هتبقى مشكله كبيره، مش عارفه ممكن يعملوا معاه ايه، وانا ماليش غير اخت تاني واحده بس اصغر مننا احنا الاثنين، يعني مش هتفيدني بحاجه. على فكره اخويا عنده 19 سنه وانا عندي 22. انا عارفه انه ممكن ما يكونش بيعمل حاجه غلط بيها، تلاقيه بس بيحب يصرف زياده مع اصحابه، بس حتى لو احنا كده بيتنا هيتخرب بسبب الخناقات. انا مش عارفه الصح اني اكلمه لوحدي وافهمه اني عرفت، ولا اقول لبابا وماما، بس خايفه يعملوا معاه مشاكل ويتضايق مني. يا ريت تقولي لي رايك واسمع برضو راي الناس، اتصرف ازاي. ودي كانت القصه. طبعا الموقف اللي وقع فيه ده حرج جدا، وانا عارفه ان اغلب الناس هتقولها كلميه ما بينك وما بينه وحذريه ما بينك وما بينه عشان ما يحصلش مشاكل كبيره في البيت، بس للاسف اوريدي المشاكل الكبيره حصلت. وايه اكتر من ان زوج وزوجه يعيشوا مع بعض كل واحد فاكر ان التاني بيسرقوا، يعني دي مشكله كبيره. احنا في هنا مشكلتين، المشكله اللي حصل ما بين الاب والام اللي هما الزوج والزوجه اللي مبقوش واثقين في بعض بيسرقوا بعض، والمشكله التانيه الابن اللي بيسرق. الفلوس دي بيعمل فيها ايه؟ ما هي دي برضو حاجه ما يتسكتش عليها. لو سكتي وما قلتيش لبابا وماما انت مش عرفك الفلوس دي هو بيعمل بيها ايه، انت مش مسؤوليتك ان انت تعرفي ده دور ابوكي وامك. وارد ان الفلوس دي يكون بتعمل بيها حاجه غلط، حاجه تضره، لازم هم يكونوا على علم بده. ده الى جانب ان الجو اللي ما بينهم ده لازم يتصفى، والمشاكل دي لازم تتصفى. في عدم ثقه بقى ما بين ابوكي وامك بسبب الموضوع ده، والمشكله ان هم ما شكوش في طرف تاني. صعب ان يشكوا في ولادهم، انا عارفه ده. فعشان كده انت لازم تقولي لبابا وماما لمصلحه اخوكي ولمصلحه ابوكي وامك، لان خلاص في مشكله كبيره كده ما بينهم، في مشكله عدم ثقه. دي مش موضوع اخذ فلوس، دي هتاثر على حاجات كتير قوي في الحياه، هتعمل ما بينهم مشاكل اكبر بكتير ما انت متخيلاها، ممكن تنتهي من البيت ده يتخرب. فلازم تعرفي بابا وماما عشان المشكله اللي ما بينهم دي تتحل، وعشان اخوكي يعرف الفلوس دي بيعمل بيها ايه. وبعدين الموضوع كبير مش قليل، مش فكره بيعمل ايه بيها مع اصحابه، فكره انه اتجرأ انه يعمل كده، فكره انه بيسرق ابوه وامه، وارد يكون بيعمل كده مع حد تاني والمصيبه تبقى اكبر. فسكوتك على الموضوع هو تأجيل لكارثه يمكن دلوقتي تتحل، لكن ممكن قدام شويه ما تتحلش وتجيب مصيبه اكبر. فارجوكي قولي لبابا وماما، ده الصح. اي مشكله هتحصل بسبب الموضوع ده مع اخوكي هتبقى في مصلحته اكيد. دورك بس ان انت تهديهم وتخليهم يتصرفوا بعقل معاه. دورك هنا ان الدنيا ما تشعوطش زياده، ده دورك فقط لا غير. في اقرب وقت لازم تقولي لهم، وطبعا هي في انتظار ارائكم، مع اني انا في حاله زي دي واثقه بنسبه 100% ان الصح هي ان تقول للاب والام. اي مداراة عليه في الموضوع ده مصيبه ليه وخراب للبيت. وفي النهايه كانت معكم فيبي انور، سيناريستيه، ويومكم سعيد.